بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، مادة الحاسب الآلي لغات. النهاردة بنقدم لكم حل أسئلة الكتاب المدرسي الخاصة بليسون 1 كمبيوتر سيستم إليمنت. السؤال الأول بيقول إيه؟ Choose the correct answer. Touch screen is one of نقط units. طبعا التاتش سكرين هي عبارة عن input and output unit. تمام، هي وحدة إدخال وإخراج في نفس الوقت. طيب، نقط is one of the output units. طيب، وحدة من وحدات الإخراج، هل هي البرينتر ولا الكيبورد ولا الماوس ولا الميكروفون؟ طبعا هي البرينتر. نقط is the memory which keep data temporarily. طبعا الذاكرة اللي بتحتفظ بالبيانات بشكل متطاير، طبعا هي مين؟ الرام. يبقى الراندوم اكسس ميموري هي اللي لا تحتفظ بالبيانات طبعا بمجرد انقطاع التيار الكهربائي بيحصل ايه؟ هذه البيانات بيتم حذفها. اما الذاكرة روم هي اللي بتحتفظ بالبيانات بشكل دائم. طيب، 3 كيلو بايت equal to طبعا نقط بايتس. الكيلو بايت بيساوي 1024 بايت، يبقى 3 كيلو هيساوي 3 في 1024 بايتس. طيب، اللي بعده second question complete the following. نقط ونقط ونقط are examples of computer. أمثلة للكمبيوترات، طبعا اللي هي اللابتوب والديسكتوب والسمارت ديفايسز. تمام، دي اشكال الكمبيوترات. السمارت ديفايسز زي ايه؟ زي الموبايل، زي التابلت، زي اي جهاز لوحي. تمام. طيب، نقط ونقط ونقط are computer system element or component. هو الكمبيوتر سيستم إليمنت، نظام الكمبيوتر بيتكون من ايه؟ بيتكون من الهاردوير والسوفت وير والهيومن وير والداتا اند انفورميشن. دي كمبيوتر سيستم إليمنت بيتكون من الاربع مكونات دول. خلاص. طيب، نقط ونقط ونقط are of the output units. امثله للاوتبوت يونت زي ايه؟ زي البرينتر، زي السكرين او المونيتور، زي السبيكر. دي كلها وحدات اخراج. تمام. نقط is the unit of measuring the processor speed. ايه هي وحدة قياس البروسيسور او سرعة البروسيسور؟ طبعا اللي هي وحدة الهرتز، اختصار HZ. تمام. السؤال اللي بعده answer the following question. Why is the parent unit called so? ليه بنسمي الميموري بريمنت ميموري اللي هي الروم يعني؟ ليه بنسميها بريمنت ميموري يعني ذاكرة دائمة؟ ليه؟ because its content are never affected by turning the electricity off. يعني المحتويات بتاعتها لا تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي، يعني بتحتفظ بالبيانات حتى لو تم انقطاع التيار الكهربائي. and it can save its content permanently، يعني هي بتحتفظ بالبيانات بشكل دائم. تمام. ده سبب تسمية الميموري او الروم اللي هي read only memory بالبريمنت ميموري او الذاكرة الدائمة. خلاص. طيب، السؤال الثاني بيقول what do you mean by open source programs؟ يعني ايه الاوبن سورس بروجرام او البرامج مفتوحة المصدر؟ they are the programs، هي عبارة عن برامج of source code available for use. يعني معناها ان السورس كود بتاعها بيبقى متاح للاستخدام للجميع. تمام. طيب، available for use editing development and distribution. يعني هذه البرامج السورس كود بتاعها بيبقى متاح للاستخدام والتعديل والتطوير والتوزيع. تمام. ده المقصود بالاوبن سورس بروجرام او البرامج مفتوحة المصدر. تمام. طيب،
show the difference between freeware والشيروير. ايه هي برامج الفريوير وايه هو تعريف الشيروير؟ الفريوير اللي هي البرامج المجانية. طب تعريفها ايه؟ freeware the responsible company lets the user make full use of it for free. يعني الشركة اللي عاملة البرامج دي بتخلي اليوزر يشتغل عليها وطبعا مجانا. طيب الشيروير is an experimental copy for the original software with limited abilities or limited time, and when time is up over shareware must be bought. معناها ايه؟ هي عبارة عن experimental copy، يعني هي عبارة عن نسخة، تمام، ليها مدة صلاحية معينة، تمام. طيب بمجرد ما تخلص هذه المدة ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان انت تشتري الاوريجينال سوفت وير، تشتري النسخة الاصلية. خلاص، ده الفرق ما بين الفري وير والشير وير. طيب ان شاء الله في الدرس القادم هنشرح او هنحل اسئلة الليسون 2 اللي هو الاوبريتنج سيستم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.